رد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي على ما تم تداوله مؤخرا بشأن حسم الأمور للمغرب على حساب الجزائر في تنظيم بطولة أفريقيا 2025. وتحدث الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي قبل أيام عن قرار صدر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي الكاف يقضي بمنح نهائيات تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 للمغرب. وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي بالجزائر اليوم الخميس: أطمئن جميع المرشحين بمن فيهم الجزائر بأن العدل هو شعارنا، وبأننا سنختار أفضل ملف ونعامل الجميع بنزاهة. وأضاف أن هيئته تحرص على أن يكون تنظيم البطولة عبر مناطق مختلفة في أفريقيا، ولا يجب أن تكون المنطقة التي تنظم فيها بطولة 2025 في نفس المنطقة التي نظمت فيها نسخة 2023.